اتجوزت مسيحي رغم انها مسلمة، وقلعت هدومها كلها في اكتر من فيلم، مش عشان الفلوس ولا الشهرة. بصراحة السبب كان غريب جدا، وماتت أبشع موتة، وشافت أيام صعبة جدا في آخر أيام حياتها. بصراحة كده صندوق أسرار ناهد شريف مليان بالتفاصيل الغريبة. وكانت عايشة طفولة جميلة جدا لحد ما كملت 8 سنين، وفجأة حياتها اتحولت لجحيم. وده بعد ما أختها الصغيرة اتصابت بشلل أطفال، وأمها توفت، وبعدها بكم سنة اتوفى والدها. وقتها بس شافت ناهد أيام صعبة جدا بسبب الفقر والمرض، لحد ما قررت تشتغل في التمثيل. وعلى فكرة أول كام سنة في الفن كانت بتقدم أدوار البنت الخجولة، لأنها فعلا كانت بتتكسف جدا. بس الكسوف ده ما كانش جايب لها فلوس كويسة. وقتها ناهد قالت لنفسها أنا ممكن أظهر عريانة وأعمل أي حاجة، مش عشان الفلوس ولا الشهرة. ناهد كانت بتحلم إن أختها تخف تماما من الشلل، وكانت بتجمع أي فلوس عشان تسفرها برا وتتعالج. وفعلا قلعت لبسها كله في أكتر من فيلم، وأشهرهم فيلم ذئاب لا تأكل اللحم، وقدمت مشهد جنسي كامل مع عزة العلايلي، وده كان عمل من إنتاج كويتي وقلب الدنيا وقتها، واتمنع من العرض في دول كتير جدا. لكن أول لما نزل على شريط فيديو ناس كتير اشترته، وكان الإقبال عليه تاريخي. الغريب بقى إن ناهد ما ندمتش على النوعية دي من الأفلام، بالعكس كسبت منها فلوس كتير جدا، حاولت من خلالها تعالج أختها الصغيرة المريضة، بس للأسف كل محاولاتها فشلت. الكارثة التانية بقى في حياة ناهد إنها اتجوزت من شخص مسيحي رغم إنها مسلمة. المشكلة مش بس في ديانته المختلفة، لكن في اللي عملوا فيها. خلينا نقول لكم إن ناهد اتجوزت 3 مرات. الأولى من المخرج حسين حلمي المهندس. ناهد اتجوزته وهي عندها 18 سنة بس، وهو كان أكبر منها بأكتر من 20 سنة. وطبعا اتطلقوا لأن ما كانش في بينهم أي تفاهم. بعدها وقعت في حب كمال الشناوي رغم إنه كان أكبر منها بكتير جدا. مش بس كده، دي وافقت تتجوزه في السر وتكون الزوجة التانية، بس مع الوقت ما عجبهاش الوضع ده وطلبت الطلاق. الكارثة بقى في الجوازة التالتة. ناهد اتجوزت من لبناني كل صحابها قالوا لها بلاش، ده مسيحي وانتي مسلمة. ناهد بقى ما اهتمتش بكلامهم واتجوزته وخلفت منه بنتها الوحيدة لينا، وعاشت معاه 5 سنين. الكارثة لما اكتشفت ان عندها سرطان. جوزها بدل ما يساعدها عمل مصيبة، جمع تبرعات ليها، وفي الاخر استولى على الفلوس دي. وقتها ناهد طلبت الطلاق ورجعت مصر، لأنها كانت فلست خلاص بسبب جوزها اللي استولى على كل فلوسها. وماتت بعد عذاب مع السرطان وعمرها 39 سنة بس.